ضعف النظر عند الأطفال لازم نشخصه من بدري جدا، ولازم نكون عارفين وواخدين بالنا من أعراض ضعف النظر عند الأطفال عشان ما يحصلش مشكلة لا قدر الله في عين الأطفال. طب ايه هي اعراض ضعف النظر اللي ممكن اخد بالي منها عند الطفل فاضطر ان انا اروح اكشف عليه؟ اول حاجه ان هو ما يكونش شايف الحاجات بوضوح كويس، او يكون بيقرب من الحاجات قوي. الحاجه الثانيه ان هو يكون بيكسر بعينه كده لما بيجي يبص على حاجه بعيده. الحاجه الثالثه ان هو يكون بيتكعبل كتير، او وهو بيتحرك ما يبقاش شايف الحاجات بوضوح كويس، ويكون بيتلخبط دايما وبيقع دايما. الحاجه الرابعه ان هو ممكن يكون وهو نازل او طالع السلالم بيتكعبل دايما كتير. الحاجه الخامسه ان هو يكون بيشتكي من ان يكون في صداع مستمر لا هو في سن يسمح ان هو يشتكي. الحاجه السادسه ان هو بيشتكي دايما من عدم وضوح رؤيه في الحاجات البعيده. الحاجه السابعه والمهمه جدا ان بيكون بيظهر اكياس دهنيه بشكل مستمر وبشكل متكرر، ولما بناخد علاج بترجع تاني الاكياس الدهنيه. عشان كده بنقول ان احنا لازم نكشف على اطفالنا لو حسينا باي عرض من الاعراض دي علشان نتجنب اي مشاكل لا قدر الله.